لو انت فريلانسر تعال اقول لك على طريقه مهمه قوي تقدر تجيب بيها كلاينتس، والطريقه دي انا استخدمتها وعرفت اجيب بيها اول كلاينت ليا. والطريقه دي عباره عن ان انت تعمل سيرش عن كل الشركات وكل الناس اللي محتاجه السكيل بتاعتك. يعني مثلا لو انت فيديو اديتور تقدر تعمل سيرش عن كل الكونتنت كرييتورز اللي محتاجين المهارات بتاعتك وتقدر تشتغل معاهم، وهتجمع كل الايميلات وارقام التليفونات في شيت اكسل ويكون منظم. تاني حاجه تعملها ان انت تبعت مسجات وايميلات لكل الارقام وكل الايميلات اللي عندك، ولكن تركز على كذا نقطة. أول نقطة إن أنت تبعت المسجات والإيميلات بأشكال مختلفة وطرق مختلفة، ما تبقاش المسجات كلها والإيميلات كلها كوبي بيست، مش هينفع، وأقول لك ليه بس في الآخر. تاني نقطة تخلي بالك منها في الإيميلات والمسجات إن أنت تقدم أوفر كويس بالنسبة للكونتنت كريتور أو الشركة. مثلا تقدر تقدم له خدمة فور فري أو تجربة بسعر رمزي أوي. تالت نقطة تخلي بالك منها، هي المفروض تبقى التانية بس اوكي. تالت نقطة تخلي بالك منها وهي البورتفوليو. لازم يكون عندك بورتفوليو كويس قوي علشان الكلاينت او الشركة لما يشوفوا شغلك يقتنعوا بيك ويسهل عليك ان انت تقفل ديل. طيب نرجع كام خطوة. قلت لك ان انت تخلي بالك ان انت تبعت المسجات والايميلات باشكال مختلفة. طيب ليه؟ علشان تحلل المسجات دي وتشوف ايه اكتر مسجات اترد عليها. اكيد في حاجة في المسج او الايميل شد الكلاينت فتبدا تكبيره على كل اللي جاي. واخر حاجه لازم يكون عندك سيستم واضح عشان الموضوع ما يبقاش عشوائي، بمعنى ان انت تحط هدف يومي. زي مثلا النهارده هكلم 20 كلاينت او هتواصل مع 20 شركه، ولازم ما تنامش غير لما تخلص الهدف بتاعك ده تبقى كله تشيك. وعشان تبقى فريلانسر شاطر اعمل لي فولو.